هتلاحظ كده ان في ناس الجنزير عامل زي ما يكون عامل تعاقد معاها، كل شهر بيتقطع منهم ويروحوا يجيبوا آلة جر ويركبوها، وبرده الجنزير الجديد بعد شهر بيتقطع منهم. تحس ان في عقد انهم ما يخونوش العهد مع بعض ويفضل يقطع باستمرار. وانت ممكن تقول انا عمر الجنزير ما اتقطع معايا، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ خد بالك اللي بيحصل امر خطير والموضوع مش بسيط، وده موضوع الفيديو الجاي ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ محمد زويتة بيقول: الله ينور، لو سمحت عاوز أعرف إزاي كونتاكت البوكسر الأربعة غيار بتلوك إزاي ويركب إزاي؟ أرجو الرد، شكرا لحضرتك. حاضر يا أستاذ محمد، حضرتك عايز تعرفه بيركب إزاي، بس هو لازم، بس المشكلة لازم يكون الموتوسيكل موجود، عشان الكلام في الواسع كده مش هينفع أساسا يعني. فربنا ييسر، سيب على الله يا محترم. لو مستعجل قوي يروح أي ورشة بقى وخلاص، لكن لو بمجرد ظهور أي موتوسيكل هحله هركبه قدام حضرتك. الأستاذ سبايدر ريميكس بيقول: الله ينور يا هندسة، ممكن لو سمحت تفيدني، أنا عاوز نوع زيت أمشي عليه لأني مش لاقي الموتل، ولو أرقام الموزعين يبقى كتر خير حضرتك. أنا كنت بحط موتل نص تخليقي 2050 بس مش لاقي عاوز نوع زيت تاني أمشي عليه، لأن اضطريت أحط موبل الأبيض 2050 بس نوع زيت ما يكونش غالي، وشكرا. الأستاذ سبايدر، بالنسبة للموزعين هسيب لحضرتك فيديو تحت فيه أرقام كل شركات الزيوت، هتقدر تاخد الرقم من الشركة اللي حضرتك عايز تجيب منها وتكلمهم وتعرف أقرب موزع ليك يا محترم. وده الجزء الأولاني بالنسبة اللي هو عايز أرقام الموزعين. بتحط 2050 ومش لاقيه ونوع تاني امشي عليه، لان عايز نوع تاني ماشي، هتجيب اي نوع يا محترم من الفيديو اللي انا هسيبه لحضرتك في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهتستخدم 2050 برضه زيت موتوسيكلات النوع اللي يعجبك. انا حطيت ماده بعد الاستاذ صاد دال علي بيقول: انا حطيت ماده بعد سنه من الشراء من 2016 الى النهارده 2011 2022، حاطط ماده ما شاء الله كل 6 شهور بغيرها، اللحام بيغرب الكاوتش، افضل حاجه الخابور. بالعكس يا استاذ صاد، اسوأ حاجه الخابور. حضرتك بتقول الكلام معكوس تماما. الخابور يا استاذ صاد دال علي بينفذ بعد فتره، وخامه الخابور مش زي خامه الكاوتش، ما بتعمرش زي خامه الكاوتش، فبتهلك قبل الكاوتش ويبدا بناء عليه يبدا ينفذ معاك. واذا كنت انت حاطط كام خابور وكام خابور بينفذوا، فده معناها ان الكاوتش محتاج يترمي يا محترم. الأستاذ توني عزت بيقول: مساء الفل يا محترم، كنت عايز أسألك على حاجة. كنت بحط زيت مونولوك 1550 نص تخليقي للموتوسيكل وحاليا مش موجود في السوق، تنصحني أحط إيه غيره؟ وللعلم الموتوسيكل 2014 بحالة ممتازة. ممكن تجيب 1550. المعلم صلاح على الجروب عندنا يا أستاذ توني هتلاقي عنده 1550 زيوت نص تخليقية، مش شرط لوكومولي يعني اللي هو النص تخليقي، وممكن تستبدله ب 2050 برضه معدني او نص تخليقي او تخليقي بالكامل من اي نوع، يعني هي انا مش شايفها ازمه. لو محتاج نص تخليقي 1550 فالمعلم صلاح على الجروب هيفيدك بالموضوع ده، لان موجود عنده زيوت 1550 نص تخليقيه من الزيوت اللي هي نازله جديده وزيوت اثبتت كفاءتها كويس. طب لو انت مش محتاج تجيب اسامي من الاسامي القديمه اللي هي موتل اللي هي لوكومولي اللي هي ريبسول، الاسامي دي خلاص يا محترم ممكن تستبدله ب 2050 مفيش اي مشكله، معدني او نصف تخليقي او تخليقي بالكامل. واللهم بارك في الموتوسيكل بتاعك يا رب. الاستاذ مصطفى حسنين بيقول: شكرا على الرد، وايه رايك في ريبسول افضل ولا لوكومولي؟ وانا معايا سوبر لايت. والله الاثنين حلوين، ريبسول ده زيت ممتاز ولوكومولي زيت ممتاز. انا يعني عشان اقول لك مثلا ده لوكومولي ده حلو فده حضرتك تفهم من كلامي ان ريبسول ده سيء او العكس، لا النوعين كويسين، المهم درجه اللزوجه فيهم المناسبه بالنسبه لك يا محترم، وكل ما يكون نص تخليقي او تخليقي بالكامل بيكون افضل سواء هنا او هنا. المقصود يا محترم مش فيهم نوع وحش ان انا اقول لك هات ده وما تجيبش ده، لا كده تبقى المقارنه ظالمه الحقيقه. استاذنا الغالي بستاذنك، انا بحط بنزين 95 لموتوسيكل هوجن 3 الارنبه جديده طبعا، ده الاستاذ عبد ربه عزب. الموتوسيكل هوجن 3 الارنبه جديده طبعا، استخدامي للمكنه ملاكي، يعني ممكن اخرج بها 2 او 3 ايام في الاسبوع، 4 كيلو مثلا او 15، بس الكلام مش كتير. عايز اعرف البنزين بيفضل قد ايه وكل قد ايه لما افول التانك، يا ريت تقول لي. هو يا محترم مش بالوقت، هو بعدد الكيلومترات، يعني لو مشيت عدد الكيلومترات كلها في يوم واحد فالتانك هيخلص، لو قسمتها على الايام فبرضه التانك هيفضل معاك ايام كتير. هي المقصود يا محترم هوجن 3 الارنبه بيمشي بالتقريب 35 كيلو في اللتر، وهسيب لك فيديو تحت يا محترم عن سياسه استهلاك البنزين برضه، عشان هو مش في كل الحالات، على حسب السرعه اللي انت ماشي عليها والغيار اللي انت ماشي عليه، ده موضوع بيتحكم في استهلاك البنزين بشكل ملحوظ.
فالقصه يا محترم على حسب عدد الكيلومترات، سواء مشيتها يوم واحد او مشيتها على شهر. ثانيا على حسب اسلوب مشيك برضه، لان ده بيتحكم. يعني 35 كيلو دي في افضل الاحوال، وافضل الاحوال دي ايه هي افضل الاحوال واسوأ الاحوال هتعرفها في الفيديو يا محترم اللي انا هسيبه لك تحت، سياسه استهلاك البنزين، في الديسكربشن تحت او في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. الاستاذ فكري الفساخ بيقول عندي انتوس، ازيك يا استاذ فكري عامل يا محترم؟ عندي انتوس 150 توأم الدور 40 موديل 2006 ما شاء الله بحاله ممتازه جدا زي ما هو، اقوده ليلا لاني بالمعاش. شكرا لحضرتك على هذه المعلومات المفيده. الله يبارك لك يا استاذ فكري، اللهم بارك يا رب، ربنا يحفظك ويستر طريقك يا رب. الاستاذ خالد البسيوني بيقول الوقتي انا معايا الوقت دي شكلها سنبلاوين. كان معايا زميل في الجامعه كان دايما يقول الوقت، لان احنا بنقول دلوقتي. المقصود يا رجاله الوقت انا معايا هوجن 3 وبغير زيت موتل، اخليني عليه ولا اعمل ايه؟ معاه هوجن 3 وبغير زيت موتل اخليني عليه؟ لا عادي، لو خليتك عليه عادي، ولو غيرت عادي برضه، الموضوع بيرجع لك انت بشكل كبير يا ذوق. يعني تقدر تغير وتقدر ان انت تستمر عليه وتقدر تغير، ما فيش اي مشكله خالص. الموضوع ده راجع لراحتك انت مع الزيت. المقصود اذا كنت منتظر ان انا اقول لك لا استمر عليه او لا اغير، لا كده او كده يمشي الحال. يعني ما فيش مشكله من استمرارك عليه وما فيش مشكله من التغيير برضه. لو مرتاح خليك معاه ما فيش مشكله. الاستاذ مصطفى شعبان جبت هوجن جامبو اصليه، احط لها زيت ايه من نوع ايه؟ موديل الموتوسيكل يا محترم والزيت المستخدم حاليا، دول بيتحكموا بشكل كبير في الزيت المناسب بالنسبه لك. الاستاذ سيف الدين المختار بعد اذن معاليك اشملني بصبرك وحلمك، انا بمشي يوميا 4 كيلو فقط لغير، دار 40 2008 ولسه بحالتها تماما. كنت بحط زيت موبيل الابيض زي بقيه الناس، ولما سمعت حضرتك غيرت موتل 3000 وعندي قدره اجيب 7100. يعني الحمد لله الحاله ميسوره ماشي تخليقي. لكن سمعت حضرتك بتتكلم عن نسبه الفوسفور والزنك فامتنعت عن شراء الموتل 7000 وعايز غير لتوتال WA2 جاسو الاس ال والجاسو اللي هو الاس ال والام اي والام اي 2 اللي هي الجاسو دبليو اي. قصد حضرتك ام اي ولا ام اي 2 دبليو اي ولا ام اي؟ هي مقصود ام اي 2 يا محترم مش دبليو اي. وعرفت ان في توتال سبيشال اس ان ام 2. ايه راي حضرتك؟ شوف هقول لحضرتك حاجه بالنسبه لموضوع ان الزنك والفوسفور مطلوبين في الزيوت المعدنيه، فانت مش حابب تعلى، لا كده المعلومه والفيديو اللي انا كنت عامله اتفاهم معاك بالعكس. يعني انا بسال هنا، انا كنت في الفيديو بوضح معلومه ان ليه شركات الزيوت دايما لما بتقول له معايا موتوسيكل صيني فبينصحك بالزيوت معدنيه رخيصه، تمام؟ فكنت برد بان دي برغم انها زيوت مش قوي الا ان هي بتديك الحاجه اللي الموتوسيكل محتاجها وهي الزنك والفوسفور، تمام؟ لكن ده المقصود. يعني انا كنت برد على حته ليه شركات الزيوت بتنصحك بزيوت معدنيه، ما بيقولكش مثلا استخدم الزيت الفلاني العالي، لا شركات الزيوت لما بتيجي تساله بينصحك بالحد الادنى من المتطلبات وهو ده متوفر في الزيوت المعدنيه. وقلت لك ان كلمه السر في نسبه الزنك والفوسفور وهم مطلوبين بالنسبه لك وممكن يضروا الموتوسيكلات العاليه، لكن هو ما بيضركش في حاجه. يعني هم مش حلوين مع الموتوسيكلات العاليه لكن حلوين مع الصين. لكن ده مش معناه ابدا ان الزيوت التخليقيه بالكامل تضرك فانت تمتنع، لا لا مش كده خالص، مش كده خالص يا محترم. انا اضع زيت الاستاذ فكري الفساخ قال انا بحط زيت التعاون بقى 16 سنه، ده ماشي ما شاء الله. التعاون ده حضرتك فورتي ولا عادي؟ لا التعاون يا استاذ فكري استاذ سيف الدين المختار، لا التعاون مش فورتي. نرجع للاسئله. استاذ بهاء عبد الرحمن ابو الحمد، انا صغرت الترس الخلفي كان 42 خلته 38 وبصراحه الفرق باين جدا. الموتوسيكل هوجن 200 سي سي كنت بمشي 118 دايما، حاليا بيجيب 123. يعني هو الراجل كان بيجيب 118 دلوقتي بيصل ل 123. يعني الموضوع زاد معاه حوالي 5 كيلو بس مش في كل الاحوال، بس احسن من الاول بكتير. تمام يا محترم اللهم بارك. ودي فعلا حضرتك كده بتتكلم بصدق يا استاذ بهاء لان فعلا ده الفرق الطبيعي. يعني الحكايه ان السواق على قده في السباق بين هوجن الاستاذ علي جمال بيقول الحكايه ان السواق على قده والزيت عليه عامل والفلاتر والبيجات والعواد كانت مقفوله. خلينا بس في حته السواق على قده، السواق مش على قده خالص، السواق ده قديم جدا 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 في السواق. الراجل ده بص مولود على الموتوسيكل، ده من حته السواق على قده. والزيت عليه عامل طبعا عليه عامل وكان مؤثر وكان له دور كبير فعلا في حاله السباق يا محترم يا استاذ علي.
الأستاذ رامي المشاكس بيقول قطع 100 كيلو على سرعة 100 مؤذي للموتوسيكل. شوف، هي 100 كيلو يا أستاذ رامي تعتبر مسافة مش قليلة، وعشان تشد في نفس واحد كده 100 كيلو على سرعة 100 كيلو متر في الساعة، أنا شايف الحقيقة هي بص، هو مش هترجع عطلان يعني، بس احنا بنتكلم على المدى البعيد. لا، على المدى البعيد كده الموتوسيكل متحمل ضغط زياده يا ريس، وشغال شغل كبير يعني، باذل مجهود كبير معاك. فحاول تكون طالما بتمشي مسافات 100 كيلو والحاجات دي، لا خليك يا محترم تحت سقف ال 100 شويه. ال 100 سرعه عاليه على 100 كيلو في نفس واحد كده محترم، لا مش احسن حاجه يعني. على المدى البعيد لا، موتوسيكلك كده يشطب بدري شويه، مش بدري يعني بشهر ولا حاجه، لا احنا بنتكلم على مسافات ابعد من كده برضه. طبعا يا رجاله، احنا في الكومنتات كتيره زي ما حضراتكم شايفين كده، مش هتخلص خالص، وانا شايف ان وقت الفيديو كده مناسب، فان شاء الله احنا مكملين مع بعض باذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.